هذه السنابات ينتظرها كثير من الناس، وينتظرها أيضا الإخوة الإعلاميين اللي سامحوني ما أقدر أرد على كل الاتصالات وأجاوب نفس الإجابات على نفس الأسئلة. أوكي، فخذوا مني الإجابات الآن، فيها تفاصيل لم تذكر ولا زالت هذه التفاصيل حصرية حتى اللحظة لين أبوح بها الآن في السنابات القادمة. أول شيء الحفل هذا، طيب زي ما قلت لكم هو يعتبر الحفل الرسمي الأول الذي ترعاه هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية لحفل نسائي. أرجوكم بين قوسين، ما أبغى أسئلة كثير بهذا الموضوع، الحفل للنساء فقط، غير مسموح للعوائل ولا مسموح فيه بدخول الرجال. خلاص، بالتالي أول معلومة الحفل بين قوسين نسائي فقط. الحفل يقام في مدينة جدة في فندق الهيلتون بتاريخ 29 نوفمبر. شعار الحفل معا أبدا. أنا سبق واحتفلت باليوم الوطني السعودي في دبي، طبعا برعاية أيضا من هيئة دبي للسياحة اللي أتوجه لهم بالشكر والتحية أيضا، ولكن هذه المرة راح نحتفل باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية. شوفوا السناب اللي بعده. طيب لمن لا يعلم، اليوم الوطني في دولة الإمارات يصادف 2 ديسمبر كل عام، تمام؟ ولكن نظرا لارتباطاتي بحفلات تخص اليوم الوطني في دولة الإمارات خلال هذه التواريخ، تقرر أن يقام الحفل في تاريخ 29 نوفمبر. ما تعرفون قد إيش أنا أشعر بالفخر والسعادة الغامرة لتمثيل دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة العربية السعودية في هذا المحفل النسائي الرائع الذي يعني أنا أشوف أنه في empowerment للحريم للنساء في السعودية. أنا مبسوطة جدا، أنتم ما تخيلون قديش أنا مبسوطة أني راح أمثل بلدي الإمارات في السعودية في هذا اليوم. وأساسا الشعار معا أبدا أنا بالنسبة لي وفي رأيي شعار باعث على السعادة، لأنه دولتين الإمارات والسعودية مسيرتهم واحدة ومستقبلهم واحد، وبإذن الله مكملين المسيرة على قدام بكل خير وسلامة يا رب. تمام؟ طيب تعالوا نتكلم في تفاصيل تذاكر الحفل. يا جماعة التذاكر أسعارها تعتبر مناسبة لجميع المستويات. في عندنا تذاكر تبدأ من 300 ريال حتى 2500 ريال حسب مكان السيت. يعني الفي اي بي لهم كنبات بالأمام، تقريبا 100 نفر فقط الفي اي بي ب 2500 ريال. طبعا بعد كذا في عندك ب 600، في 400 وفي 300 ريال. أعتقد أنه الأسعار مناسبة جدا ومتاحة لجميع الأشخاص. طب السؤال يا بلقيس، هل في تصوير جوة الحفل ولا لا؟ التصوير ولا واحدة راح تتصور، التصوير ممنوع أساسا. أنا ما أرضى أصلا أنه بنات الناس تطلع في الفيديوهات والصور، تمام؟ بالتالي التصوير راح يكون ممنوع، تمام؟ اللي تحب تلبس نقابها more than welcome، اللي تحب تلبس حجابها أهلا وسهلا، اللي تحب تجلس براحتها أيضا هي حرة. المهم تطمنوا ولا رجال واحد راح يكون في الحفل، حتى السكيورتي نساء. والفرقة الموسيقية اللي هم فرقتي راح تكون خلف الستار، يعني ما راح تشوفونهم ولا راح يشوفونكم، تمام؟ هذا برضو عشان إيش؟ البنات اللي عندهم تساؤل.